السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. واحد الوصفه اللي ساهله بزاف. واحد الاقتراح سهل واسرع حلوه يمكن لكم توجدوها للعيد. اللي كتكون بالعقده ديال اللوز، ولا ديروها بالعقده ديال الكاوكاو، ولا كيف ما بغيتو، يعني على حسب المتواجد عندكم في البيت. وخليكم معايا تعرفوا على طريقه التحضير والمقادير اللي غنحتاجو. ونبداو على بركه الله. هنا خديت واحد الاناء اللي شويه كبير، درت فيه واحد الكميه ديال تقريبا 400 غرام ديال اللوز بودره. يعني بما انه حلوه كيف ما قلت لكم سهله وسريعه، فبالتالي استعملت هنايا اللوز غبره. وهنا غادي ندوز باش نضيف ليها الكميه ديال نصف معلقه ديال القرفه، وكتبقى على حسب الذوق. يعني بالنسبه للناس ما كتعجبهمش يقدروا ما يديروهاش. وغادي نخلطها هكذا كما كتشوفوا، وغادي نجمع الخليط ديالي بواحد 2 معالق هكذا كبار ديال الزبده اللي تيكونوا شويه دايبين، ولا تكون الزبده بوماد. يعني من الاحسن تكون بحراره المطبخ باش تجينا سهله هكذا في الخدمه. صافي. وهنا كما شفتوا معايا غادي نبدا نضيف في الماء زهر. غادي نبدا نضيف فيه غير بشويه حتى غادي تجمع ليا العقده ديالي. يعني انا استعملت تقريبا واحد الكميه ديال نصف كاس، وغادي نبقى نضيف غير بشويه كما قلت لكم بالتدريج حتى نحصلوا على عقده اللي كتكون هكذا خفيفه. وغادي نخليوها ترتاح تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. ومن بعد ما كترتاح ليا العقده ديالي، فهنا غادي ندوز نشكلها على شكل حريبلات كما كتشوفوا، اللي تيكونوا رقاق على هذا الشكل هذا. يعني تقريبا واحد السمك ديال 1 سنتيمتر تقريبا يعني، والسمك كيبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد. والطول ديالها كتكون على حساب الطول ولا يعني القياس ديال الورقه اللي غادي نلفوها فيها. من بعد غادي نشوفوا معايا من بعد الفيديو غتفهموا اللي بغيت نقول لكم. صافي. وغنكملوا الكميه اللي عندي كلها ونكملوا الوصفه ديالنا. من بعد هنا كما كتشوفوا انا اختاريت باش ندير لها الورقه ديال الفيلو، صراحه كتجي احسن، كتجي مقرمشه وزوينه. فبالتالي خديت كما كتشوفوا واحد العلبه ديال ورقه الفيلو. وهنا ذوبت الزبده مزيان، وحيدت لها داك الحليب اللي كيتصفى فيها. من بعد صفيتها مزيان وضفت ليها نصف الكميه ديالها ديال الزيت. وغادي ندهن الورقه ديالي مزيان كما كتشوفوا. غادي ناخذ 2 حريبلات، واحد غنديرو من الطرف الاول وواحد اخر غنديرو من الطرف الثاني، وغادي نبدا نلف فيهم يعني بالتساوي. يعني كما كتشوفوا الفيديو راه واضح، وكنجيبوهم بجوجهم هكذا الوسط. فبالتالي غادي نحصلوا على واحد الشكل هكذا كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. يعني كيبانوا لنا بحال 2 حريبلات هما ملاقين من التحت. كنكونوا درنا غير ورقه واحده. المهم ان شاء الله تكونوا فهمتوا الطريقه مزيان. وهنا غادي ندهنوها مزيان بداك الخليط ديال الزبده والزيت باش تشمع وما تقطعش ليا الورقه وما يعني ما تشققش، حيت الورقه ديال الفيلو راه كتكون شويه حساسه. وفي الخدمه كذلك نوصيكم انكم تغطيوها. وهنا كما كتشوفوا من بعد ما كملت الكميه كلها وستفتها هكا في واحد اللاطه اللي غادا تدخل الفرن، وكنعاودوا ندهنوها مزيان كما قلت لكم داك الخليط ديال الزبده والزيت. وهنا في هذه الاثناء راه الفران ديالي كنكون سخنته على درجه حراره 180. غادي قبل ما ندخلها الفران غادي كما كتشوفوا غادي بحال نقولوا غادي نرشمها هكا ونقطعها هكا بحال يعني ماشي نقطعها تماما، وانما كما كتشوفوا غادي نحاول هكذا نقطعها غير شويه غير من الفوق. والقياس كيكون على حسب الرغبه. من بعد غادي ندخلها للفران حتى طيب وتحمر معايا. وغادي نتلاقاو من بعد باش نشوفوا الطريقه الكماله ديال الفيديو. وهنا من بعد ما طابت ليا الحليوه ديالي، غير مجرد انني ما كنخرجها من الفران كتكون باقه سخونه، كندوز كنسقيها بواحد الكميه لا باس بها ديال العسل اللي كيكون بطبيعه الحال يكون بارد. فهنا انا استعملت العسل عادي اللي وجدته في الدار، كان عندي موجود. و كما كتشوفوا كيكون تماما بارد، والحلوه كتكون سخونه. يعني كنخليها هكذا كنسقيها مزيان بديك العسيله، وكنخليها حتى كتشرب تقريبا واحد 3 حتى 4 سوايع، ولا تقدروا تخليوها حتى تبات. صافي. وكنعاود نقطع الحلوه ديالي كما كتشوفوا بالموس، وكنديرها في كويغطات من الاحسن ككل المعسلات باش تحافظ على ديك العسيله ديالها.
وتحافظ على الشكل ديالها، وكنقدموها مع كويس ديال الاتاي بالصحه والراحه لكم. وان شاء الله يعجبكم الفيديو، ونضرب لكم لقاء ان شاء الله، ونقول لكم مع السلامه، الى اللقاء، فيديو جديد، وصفه جديده.